السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طبعا مدرب النادي الأهلي الجديد مارسيل كولر. هنتكلم عن كل محطاته التدريبية وعن كل المراحل اللي مر بيها تدريبيا، وهنتكلم عن مسيرة حياته الكروية سواء كلاعب أو مدرب، والبطولات والإنجازات اللي حققها. بس قبل ما نبدأ، طالما واثق الفيديو وبتتفرج عليه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه اللي لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك فيديوهاتنا ان شاء الله الجديده اول باول. ويلا عشان ما نطولش على حضراتكم نخش في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده على طول. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا طبعا عرفنا وتم الاعلان رسميا من اداره النادي الاهلي عن تولي المدرب السويسري مارسيل كولر للقياده الفنيه للاهلي ابتداء من الموسم الجديد. هنتكلم عن طبعا ملخص لنقاط حياه الراجل، وكمان المراحل التدريبيه اللي مر بيها طبعا. وده الحمد لله ترحمنا بعد طبعا ما الحاج فرج عامر بقاله اسبوع من بعد رحيل طبعا ريكاردو سواريش. وهو كل يوم بتلاقي الاهلي تعاقد مع مدرب، مره الاهلي تعاقد مع كيروش، مره الاهلي تعاقد مع خليلوزيتش، مره مش عارف الاهلي تعاقد مع مين تعاقد مع مين. الاهلي في الاسبوع ده فرج عامر خلاه يتعاقد مع 7 8 مدربين، ولكن خلاص تم الاعلان رسميا عن تولي مارسيل كولر القياده الفنيه للاهلي. مارسيل كولر ده مدرب في الوقت الحالي عنده 61 سنه، مدرب سويسري الجنسيه زي ما احنا عارفين. لعب طول مسيرته كلاعب، لعب في نادي واحد هو نادي جراس هوبرز النمساوي، فاز معاهم ب7 بطولات مختلفه سواء دوري او كاس طبعا في سويسرا. لعب مع منتخب سويسرا 56 مباراه دوليه، سجل معاهم 3 اهداف، واعتزل سنه 97 طبعا لعب كره القدم، وتولى او بعدها على طول انتقل الى بقى مجال التدريب. اول محطه تدريبيه لكولر كانت نادي سان جالين السويسري، وفاز معاهم في الموسم الاول ليه ببطوله الدوري السويسري. دي كانت اول محطه تدريبيه. وبعد كده في عام 2003 انتقل الى تدريب برضه فريق سويسري تاني، هو فريق جراس هوبرز، الفريق اللي لعب لصفوفه وهو لاعب تقريبا طوال مسيرته. حقق برضه معاهم بطوله دوري في عام 2003. بعد كده انتقل بقى الى مرحله احترافيه في الدوري الالماني، درب فريق كولن الالماني، قعد معاهم حوالي 6 شهور تقريبا، والنتائج ما كانتش احسن حاجه، وساعتها رحل بسبب سوء النتائج. وبعد كده تولى فريق بوخم الالماني، استمر معاهم 4 سنين. وهنا يقول لنا او رقم او مؤشر ناخده ان انت كون ان انت تقعد مع فريق 4 سنين في دوري بحجم الدوري الالماني، اذا يبقى انت كان شغلك كويس، عم بتعمل اداء كويس، نتائجك كانت كويسه الى حد ما. ده مؤشر ناخده من تجربته مع فريق بوخم الالماني. ولكن فترته مع كولن ومع بوخم الالمانيين ما خدش فيهم ولا بطوله. بعد كده من موسم 2009 او من سنه 2009 لحد نوفمبر 2011 الراجل قعد في البيت كده في فتره راحه السنتين دول، ما تولاش تدريب اي فريق في الفتره دي. وفي 1 نوفمبر 2011 الراجل تولى تدريب المنتخب النمساوي. ودي كانت اول محطه تدريبيه على مستوى المنتخبات لمارسيل كولر. طبعا في نوفمبر 2009 زي ما احنا ما قلنا الراجل تولى تدريب المنتخب النمساوي، وصل معاهم للمرحله النهائيه لبطوله يورو 2016 ساعتها، بعد غياب 8 سنين لمنتخب النمسا عن المرحله دي وعن البطوله دي. وكمان في عهد الراجل دوت المنتخب النمساوي وصل لافضل واعلى تصنيف في تاريخه لتصنيف الفيفا، لما المنتخب النمساوي احتل المركز 2 3 1، وهي الطريقه المعتاده او الطريقه المفضله لفريق الاهلي اللي بتعتمد على لاعب رقم 10 ووينجين وراس حربه. دي كده تقريبا محطات كولر التدريبيه منذ توليه او بدايه تدريبه للفرق الى لحظه توليه للقياده الفنيه للاهلي. السي في كده لو هنتكلم عنه، هو سي في مش اقوى حاجه، سي في ما اقدرش اقول عليه سي في قوي طبعا طبقا للارقام والبطولات اللي خدها مع الانديه اللي دربها. سي في مش حاجه قويه جدا، ولكن نقول عليه سي في جيد، سي في متوسط. تولى تدريب منتخب النمسا، حقق معاهم نجاحات، وحقق كمان بطولات مع سان جالين ومع فريق جراس هوبرز، وخد بطوله مع فريق بازل السويسري. مدرب ان شاء الله باذن الله نامل ان هو يكون مدرب جيد، يكون مدرب كويس باذن الله، تكون مرحله جيده ليه مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو هيبدا او هيتولى تدريب الفريق من بدايه الموسم، ودي حاجه كويسه جدا. الراجل ان شاء الله هيوصل مصر يوم السبت، وهيجمعوا جلسه مع الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يوم الاحد، هيتكلموا فيها عن الفتره المقبله وايه احتياجات الفتره المقبله بالنسبه للاهلي، وهيتكلموا كمان عن المعسكر الخاص باعداد الفريق للموسم اللي جاي. ويوم الاثنين ان شاء الله هيتم تقديم مارسيل كولر
عن طريق يعني في مؤتمر صحفي لوسائل الاعلام، طبعا هيتم تقديمه يوم الاثنين لوسائل الاعلام. بس كده ده بالنسبه لكولر. طبعا مستنيكم في التعليقات تقولوا لي تتوقعوا ان الراجل هينجح مع الاهلي ولا لا. ان شاء الله نتمنى له طبعا النجاح، ولكن قول لي الراجل من وجهة نظرك هينجح مع الاهلي مش هينجح مع الاهلي. يعني باذن الله مستني ده في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه اللي لسه ما اشتركتوش. وكده انا خلصت فيديو النهارده، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات وحلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.